أول طبق لازم يكون حاضر بعد الذبح، قلوب وكلاوي وكبدة مقليين مع بصل وفلفل حار، وأهم شي نحضرها على السريع والذبيحة سخنة. أول شي بنعمله بنفصل القلوب والكبدة والكلاوي بصحن، والفشة بصحن تاني، وكلهم بنقطعهم صغير بهذا الشكل، وبنغسلهم بالمي الدافية أكتر من مرة وكتير منيح ليصيروا نضاف متل هيك. بطنجرة كبيرة بنغلي مي، وبننزل أول شي الفشة لأنها بتاخد وقت أكتر، وبس تبلش تطلع الزفرة بنحاول نشيلها كلها أو بنشيل منها اللي بنقدر عليه. بعد ربع ساعة بننزل عليهم الصحن التاني اللي هو القلوب والكبدة والكلاوي، بس يغلوا غلية واحدة بنكب المي تاعتهم وبنغسلهم، وبنرجع بنحطهم بمي سخنة من جديد، وهيك بيكونوا نطفوا تماما وراحت كل الزفرة منهم. هلأ بنحط المطيبات: ورق غار، هيل، لومي، قرفة عيدان، وبصل صغيرة، وبنضيف معلقة كبيرة ملح، وبنغطيهم 20 دقيقة أو لبين ما نجهز البصل. بنجيب 3 حبات بصل حجم كبير وبنقطعهم مكعبات وسط، وفلفل حار حسب الرغبة بنقطعه لشرايح. وعلى الغاز بمقلى بنحط شوية زيت زيتون وعليهم كم قطعة صغيرة من اللية، بنحوسهم، بعدين بننزل البصل والفلفل، بنحرك منيح لبين ما يدوب البصل ويصير لونه أشقر، وبهذا الوقت بيكون المعلاء استوى. بنصفيه من المي وبننزله فوق البصل، بنحركهم كلهم على نار عالية 3 دقايق ليتقلى المعلاء وياخد لون. بعدين بنضيف عليهم كوب من شوربة المعلاء مع ملح وفلفل أسود، وبنغطيهم 10 دقايق على نار وسط، وهيك بيكونوا جهزوا. وهاي أول طبخة بالعيد، دايما إلها طعم خاص ما بيتكرر، والعيد ما بيبدأ إلا بلقمة من هالطبق الدافي. مش عادي قديت طعمه طيبة. جربوه بطريقتي، بسيطة ومش رح تندموا أبدا. وصحتين وهنا.